السلام عليكم ورحمه الله. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غندير معكم واحد لاجينواز اللي ساهله ما فيهاش قوه المراحل وغتنجح معك من اول تجربه ان شاء الله، وكيجي فيها واحد المذاق رائع. وما تنساونيش اللي عجبكم الفيديو من تعليق وجيمو بارطاج. وندوزو للمقادير. غنحتاجو لها واحد القبيصه ديال الملح، ساشي فانيلا، واحد كاس لاروب ديال السكر، وربعه البيضات بحراره المطبخ. كنطربهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. واحد 8 دقائق على الاقل. كنضيف 2 معالق ديال الزيت و2 معالق ديال الماء وكنطربها مزيان حتى كتقال. من بعد كنضيف لها واحد الكاس ديال الدقيق مع واحد الساشي ديال الخماره كيماويه، وكنبقى نحركها غير من التحت للفوق باش ما نهرش ديك لاجينواز ديالي. كنجيب المول اللي غادي يدخل الفران، كنلبسو بالبابي كويسون، كندخلها الفران على 160 درجه العافيه من الفوق ومن التحت واحد 12 دقيقه. بعد ملي كطيب كتولي على هذا الشكل هذا. كنحيدها ونخليها تبرد، وكنحيد لها داك البابي ونخليها جانبا. كندوزو للكريمه. كنحتاجو لها واحد 2 كيسان ديال الكريمه، واحد المعلقه كبيره ديال الجبنه، اي جبنه متوفره عندكم، ودرت هنا واحد الحك ديال فاني ديال يوغورت طبيعي، وواحد 2 معالق ديال نيسلي. تقدروا تعوضوه بالسكر. وكنطربها حتى كتولي كريمه. من بعد كنجيب الجينواز ديالي كنقسمها على 2، ساهله ما كتهرس ما والو. كنديرها في الاطار اللي غادي نزينها فيه، وكنرشها بشويه ديال الحليب، كنسقيها بالحليب، وندير الكريمه ديالي ونهرمش شويه ديال الكركاع من الفوق وشويه ديال الكريم كراميل. كندير الطبقه الثانيه كنزينها، كندير لها الحليب من الفوق، نرشها مزيان بداك الحليب وبديك الكريمه اللي بقات ليا من الفوق ومن الجناب، وكنزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته. تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم. وكندير لها داك الكريمه من الفوق، كنزوق بداك البوش ديالي من الفوق. والزين كيبقى على حسب الاختيار اللي كاين كتزيني به. المهم انك تصاوبي جينواز عندك في الدار وتصاوبيها لوليداتك بلا ما تشريها. كنزين بداك شويه ديال الكريم كراميل اللي بقات ليا، كنديرها في الوسط ونردها للثلاجه واحد ساعتين حتى كتبرد مزيان. درتها في الكونجيلاتور تبردات وكتولي على هذا الشكل هذا. كتجي هشيشه وخفيفه. وبصحه والراحه.